تعالوا النهاردة بقى اما اقول لكم على طريقتي المعتمدة لصينية البطاطس باللحمة بتاعت زمان، وازاي تطلعوا اظبط صوص في الصينية، الاكلة اللي مش بحبها بس بعشقها. تقدروا تستخدموا اي قطعية لحمة موجودة عندكم. انا معايا قطعة لحمة اللي هي التوب سيرلاين. التوب سيرلاين دي عندي انا هنا ده اسمها، ولكن انتوا لو عاوزين تجيبوا نفس القطعية دي اللي هي الجزء الخلفي من البقرة اللي هي قبل الفخذ على طول. القطعة اللي انا مستخدماها دي توزن تقريبا كيلو 300 جرام، يعني كيلو ونص كده بالكتير. بقطعها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، مكعبات صغيرة. حلة وبسخنها على النار كويس جدا، تسخن خالص، وبعد كده بنزل عليها باللحمة. معلقة صغيرة من السمنة، طبعا اللحمة اللي انا مستخدماها فيها دهون، فيها دهن كويس، ولكن انا احط بس معلقة سمنة كده تدي طعم. لو عندكم سمنة بلدي يبقى 100. وطحنت شويه فلفل اسود فريش كده علشان احترمها زياده، علشان طعم الفلفل الاسود يبقى حلو كده. معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونشوح اللحمه بقى كويس على نار عاليه علشان ما تنزلش ميه، وعلشان تقفل المسام وتفضل محتفظه بطراوتها لحد لما تتشمع من جميع الاتجاهات وتاخد لون غامق زي ما انتوا شايفين كده. انزل عليها بصلايه صغيره. دلوقتي بقى البصل هينزل ميته مفيش مشكله، ونقلب لحد لما البصل يدبل. بعد كده ننزل عليها بفصين من الثوم. فصين الثوم دول اختياري، مش لازم تحطوهم، انا بعملها دايما من غير توم. وبقلب لحد لما التوم يطلع ريحته، وبعد كده بنزل عليها ب4 كوبايات من عصير الطماطم. لو انتم ملاحظين الطماطم اللي انا مستخدماها لونها فاتح شويه، المره دي لونها فاتح، فانا هزود معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم تدي لون شويه. وفي نفس الوقت انا مش عايزه الصينيه تبقى حمرا قوي، عاوزاها تبقى فاتحه شويه المره دي. وبزود كمان كوبايتين من الميه السخنه او 3 كوبايات من الميه السخنه، المهم انها تغطي اللحمه علشان تستوي. طبعا ممكن الخطوات دي كلها تتعمل في حله الضغط وتضغطوها بعد المرحله دي، بدل ما تغطوها كده وتسيبوها 20 دقيقه 25 دقيقه، هتكون استوت. حله الضغط ما بتاخدش 25 دقيقه. انما لو هتسووها في حله عاديه زي ما انا بعمل كده، طبعا هتتابعوها كل شويه وتتاكدوا انها استوت، وممكن الميه تقصر تزودوا ميه كمان. هتاخد لها ساعه وشويه، يعني اللحمة ساعات تاخد وقت في السوا على حسب القطعية. في قطعيات ما بتاخدش 40 دقيقة. المهم ان اللحمة تستوي زي ما انتوا شايفين كده. انا بسويها يعني تماما 95% تقريبا. احط الشوكة فيها الاقيها مستوية على الاخر، الشوكة تدخل وتخرج منها زي ما انتوا شايفين كده بسهولة تقسمها. في المرحلة دي بقى احط الملح، معلقتين صغيرين من الملح، وبديها تقليبة كده، وبسيبها تغلي كمان شوية علشان تشرب الملح ويدخل جوه الأنسجة بتاعتها. على ما نجهز بقى بقية الصينية، هنحتاج 2 كيلو من البطاطس. بقشرها وبقطعها حلقات زي ما انتوا شايفين كده. السمك اللي انتوا شايفينه ده مش رفيعة قوي ومش سميكة زيادة، بس لازم يكون سمكها محترم كده زي ما انتوا شايفين، عشان ما تتهريش مننا في الصينية، تطلع معانا مستوية وفي نفس الوقت زبدة. وبقطع كمان فلفل رومي للصينية دي 1 كفاية. لو عندكم الفلفل الرومي الكبير تقدروا تستخدموه. وببشر او بفرم بصلتين او بصلتين ونص. كل ما تزودوا البصل على فكرة يبقى احلى، بس بصلتين كبار للصينية دي هيبقى حلو قوي. بتبشروهم بالمبشرة او تضربوهم في الكبة او محضرة الطعام ضرب ناعم كده، شايفين تبقى ناعمة كده. معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون. وانا اي وصفة فيها بطاطس بحط لها كمون. الكمون بهار حلو جدا للبطاطس. بيتحط على السمك، ولكن بيتحط اكتر على البطاطس. والكمون الحلو ما يمررش ولا يدي طعم وحش ولا اي حاجه، بالعكس بيدي مزازه وطعم جميل جدا في الصينيه. لو عاوزين تلغوا الكمون الغوه مفيش مشكله، ولكن بجد بيديها طعم حلو وبينقلها في حته تانية خالص. بدعك البصل بقى مع الملح والفلفل والكمون دعكه محترمه كده، وافرده كده واظبطه في الصينيه من تحت، يبقى في قعر الصينيه من تحت. عاوزين البصل يبقى تحت، ده اللي هيطلع لنا اظبط صوص. ما تبقاش مميميه معانا، يبقى فيها صوص كده ليه سمك كده وليه طعم يجنن، لان البصل ده يستوي كده وبيطرى وبيعمل معانا صوص رهيب. بحط كام واحدة بطاطس وكام واحدة فلفل تحت في القعر كده، واحط بقى اللحمة مع الشوربة او التسبيكة اللي استوت معاها. احط كده طبقات، يعني اوزعها، شوية لحمة شوية بطاطس. ما خليش البطاطس كلها تحت واللحمة كلها فوق، يعني خليها متقلبة في بعضها. لو عاوزينها بقى اللحمة تبقى فوق وتحرمش كلها، حطوها كلها فوق، يعني زي ما انتوا عاوزين. الكميات اللي انا استخدمتها حطيتها كلها في الصينية على فكرة، وكانت مظبوطة جدا. رشة من الفلفل الاسود على الوش كده. بهز الصينيه بس عشان اوزع التسبيكه او الشوربه جوه تدخل في كل حته. وبدخلها الفرن بقى. الفرن متولع من تحت على درجه حراره 200 تقريبا، في نص الفرن على الشبكه. وبسيبها بقى تبقبق كده وتستوي. طبعا بدخل شوكه في البطاطس تدخل وتخرج بسهوله. البطاطس استوت يبقى كل حاجه تمام، لان اللحمه اساسا مستويه. شوفوا بقى مسبكه ازاي. طبعا تقدروا تنشفوها، تقدروا تولعوا عليها الشوايه تحرمشوها، تقدروا تخلوها فيها صوص، تحكموا فيها زي ما انتوا عايزين في المرحله دي على حسب بقى اذواقكم. طبعا انا بسيب فيها شويه صوص
بنشفها على خفيف علشان الولاد عندي بيحبوا ياكلوها مع رز وعايزين طبعا صوص. رندا ما بتاكلش الا صوص. بصوا بقى شكل طبق البطاطس يجنن ازاي. طبعا اللحمه اللي فيها دهن دي تعمل طبعا دهون رهيبه لوحدها من غير سمنه ولا حاجه، ما حطيتش سمنه غير معلقه صغننه بس للطعم علشان تبقوا حدش يقول لي دهونها كتير. بس هي صينيه البطاطس ما تتاكلش لو هي مسبكه كده. بصوا ما تملاش عيني لو هي مسبكه من الاخر. بصوا بقى الصوص، شايفين البصل بقى لما استوى طري وعمل معانا صوص يجنن. اي حد ما بيحبش البصل هياكله بالطريقه دي، هيحط منه بقى على الرز او ياكله ويغمسه كده يجنن. طبعا صينيه بطاطس يعني رز بشعريه، خلاص يعني كده المعادله اكتملت، مفيش حاجه تاني. دي احلى اكله واكتر اكله انا بحبها. طبعا الاطفال الصغيرين يحبوا البرجر والحاجات دي، بس دي بالذات فعلا ما يختلفش عليها اتنين، حتى الاطفال يحبوها. شوفوا بقى البطاطس مستويه زبده ازاي، يعني بس بلمسها بالشوكه كده بتتقطع وفي نفس الوقت محافظه على شكلها مش متبهدله علشان احنا مقطعينها تقطيع سميك. واللحمه كمان مستويه وزبده على الاخر، اصلا اللحمه مستويه من قبل ما ندخلها الفرن وبقت تجنن. تقدروا تنشفوها كمان لو انتوا حابين. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.